في الذكرى الثانية للثورة نلتقي بالأستاذ كمال الهلباوي، متحدث السابق باسم جامعة الإخوان المسلمين في أوروبا، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا، والكاتب المصري، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية للاستثمار. في ذكرى ثوران المجيد، كيف ترى الأمور تسير؟ هل لاحظت تغيرات جذرية في المجتمع أم لا؟ أولا أشكركم على المجيء. التغيير المتخيل أو اللي كان متوقع لم يتم ولن يتم بالكامل إلا إذا تلافى الثوار بعض السلبيات اللي وقعوا فيها والتي لا تزال آثارها قائمة. ومن هذا إن الثوار ما لهمش قيادة حتى الآن، يعني وباءت المحاولات بالفشل اللي دارت في هذا على الثوار أن يجدوا وسيلة من الوسائل تجمعهم على اختلاف معتقداتهم وأيديولوجياتهم وأعمارهم وأجناسهم ليقوموا باختيار قيادة تتابع وتقوم الأداء حتى لا يسرق الثورة أحد من الداخل أو من الخارج أو يفرغ الثورة من محتواها. الثوار لازم يكون لهم قيادة حتى تحدث التغيير المتوقع. طبعا حصل تغيير عظيم جدا، هو انه مبارك مش في السلطة واعوانه الحزب الوطني معزول الان عن المشاركة السياسية، بعضهم في السجون والمعتقلات. حصل تغيير في القضاء نوعا ما وفي بعض الوزارات واساليب الحكم والرئاسة. حصل انتخابات يعني برلمانية ورئاسية ما كانش فيها تزوير إلى الآن، إنما النتائج الفعلية التي تتعلق بأهداف الثورة ليست قائمة حتى اليوم، ما يتعلق بالعيش، بالحريات المنضبطة، بالعدالة الاجتماعية أو الكرامة الإنسانية. لازال في مشوار طويل. وفي هذا الصدد أريد أن أعبر عن مديونيتي للشباب والجميع من وقف في ميادين التحرير اللي خلصونا من مبارك ومن حزبه وأتوا بنا من المنفى مرة أخرى من ضمن الإنجازات التي دارت في مصر بعد الثورة. إنما أهداف الثورة الحقيقية يجب أنها نحرص على تحقيقها بالطرق السلمية وليس باستخدام العنف. وفي هذا الصدد أقول أنه مثلا الدستور، وهو ما يشير إليه البعض وخاصة الحكام الآن بأنه مكسب من مكاسب الثورة أو إنجاز من إنجازات الثورة. فأول صفحة في الدباجة بتقول أول سطر: هذا هو دستورنا وثيقة ثورة 25 من يناير. أنا لا أظن أنه الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور اجتمعت وكلفت بأن تضع وثيقة الثورة 25 يناير. هذا منجز يجب أن يقوم به أهل الثورة الذين خططوا لها وأداروها والذين دعوا إليها أيام مبارك والذين استشهدوا، ويشترك فيها أيضا أمهات الشهداء وأباء الشهداء والجرحى وكل من كان له دور قوي. ولكن ده لن يتم إلا باختيار قيادة عظيمة للثورة تحافظ على أهدافها وتحقق النتائج المرجوة منها إن شاء الله. ليست النائحة كالثكلى، بمعنى إنه لما حد يموت والناس تستأجر
حد يندب عليه مش هيحس بالألم زي صاحب الميت. فاللي يحس بالثورة الحقيقية هم من كان لديهم رغبة في الثورة وشاركوا في الإعداد. يأتي الآخرون الراغبين في التخلص من النظام، لا بأس في هذا، إنما الثورة لازم لها قيادة، ولذلك ولها مهام. هذا الدستور في أول سطر من الدباجة، أول سطر من دباجة الدستور بيقول إيه؟ هذا هو دستورنا. كلام جميل أوي. وثيقة ثورة 25 من يناير. فأنا لا أظن أبدا أن الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور اجتمعت عشان تضع وثيقة ثورة 25 يناير. ممكن كانوا يقولوا دي نتيجة ثورة 25 يناير أو من نتائج ثورة 25 يناير، إنما بالشكل الحالي حصل تدليس على الثورة وتوثيق الثورة. فلابد أن يكون هناك قيادة للثورة تستطيع أنها ترى اللي في الحكم يسير في طريق تحقيق الأهداف أم يغيب عنها، ترى قضية توثيق الثورة وتعمل توثيق حقيقي بعيد عن المكاسب السياسية، وتذكر الوقائع الدقيقة ومراحل الإعداد وما إلى ذلك. ولذلك كل ما يتعلق بالثورة فيما بعد لن يؤتي ثمارا كثيرة، مهما كان اللي في الحكم هيحاول يحقق بعض الأهداف، ولكن اختلاف الزعامات السياسية وتفرقهم لا يفيد الثورة ولا الثوار كثيرا. استقطاب فعلا يا فندم يعني من الأمور اللي بتهوى بالمجتمع إلى حرب أهلية، كيف نستطيع أن نتغلب عليها؟ أولا أنا مانيش موافق على إن يبقى في حرب أهلية في مصر بإذن الله. يعني صحيح هناك بعض الشبان والشابات أو السياسيين عايزين يحرقوا مصر، إنما الشعب المصري الأصيل، ولا أقول وزارة الداخلية ولا المعنيين بالشعب المصري، شعب لا يقبل إن مصر تتدمر أو تصبح مثل سوريا أو الصومال أو أفغانستان أو العراق أو حتى السودان أو مالي في الوقت الحاضر. فإن شاء الله مصر تعبر الذكرى الثانية بدون حرب أهلية وبدون دمار، لأن التدمير والدمار بيعود على البلد وليس على فصيل سياسي إسلامي أو علماني كان. يعني إحنا ممكن نتجنب بالوعي طبعا والتوعية وتوجيه رسائل إلى الناس. أنا اجتمعت مع بعض الإخوة الوطنيين مرتين في الأسبوع الماضي، منهم الدكتور سمير عليش والدكتور عبقري فاروق حمدي قنديل ووائل قنديل وشهندة مقلد وكريمة الحفناوي والدكتور مصطفى أحمد مصطفى والدكتور مسعد عويز، يعني عدد كبير من الدكتور عبد الجليل مصطفى، ومن الشباب أحمد إمام من مصر القوية ومحمود عز العرب محامي. وكنا عايزين نوجه رسالة أولا للشباب، للثوار، للأحزاب السياسية وللشعب وللألتراس، حتى نتفادى أي عنف في الذكرى الثانية. وأرجو أن تصل الرسالة إلى الناس، احتفلوا أو احتفوا أو اعترضوا كما تشاءون، ولكن ابتعدوا عن العنف وابتعدوا عن الصيحات أو المطالبة بالعنف والتدمير. ما رأيك في الدعوات التي بدأت تطرح على الساحة من بعض التيارات بأن غدا ثورة لقلب نظام الحكم؟
يعني نظام الحكم اتعدل بعد مبارك، فمش عارف عايزين يعدلوه ازاي. اذا عايز تغير، الناس ارتضت وسيله للتغيير. شفنا انتخابات برلمانيه وانتخابات مجلس شورى وانتخابات رئاسه واعاده لانتخابات الرئاسه، فده المفروض انه يكون الطريق الطبيعي للتغيير. وانا بقول للشباب حسب الدستور انتوا ممكن الان تفعل الناس اللي ما بيذهبوش لصناديق الانتخاب يقولوا لا، او يدخلوا في الانتخابات البرلمانيه وتشكل اغلبيه في البرلمان تلتين فما فوق، وبهذا تستطيع ان تتخلص مبكرا من النظام الحاكم الان. هنالك حالة من الاحتقان موجودة على الساحة، من المتسبب فيها؟ من يتحمل مسؤوليتها؟ الجميع يتحمل، ومن في الحكم يتحمل نصيبا أكبر. تمام. في حالة حدوث فوضى في البلاد لا قدر الله، هل حضرتك مع الرأي الذي يطرح على الساحة من خلال دعوات لثورة إسلامية مضادة؟ ثورة إسلامية مضادة لإيه؟ يعني الثورة التي ستحدث؟ لا، ما يعني إذا هنبقى ثورات وانقلابات هنرجع لعهد الخمسينات والستينات، اللي كان يصحى من الجيش بدري يروح يمسك الحكم ويستولي على الإذاعة. احنا مش عايزين المنظر ده يحصل في مصر، لأن الشعب شعب طيب ويحتاج إلى من يرفه عنه الآن ويذهب عنه اليأس ويذهب عنه الإحباط، مش يزيد الإحباط أكتر. يعني سأعطي لسيادتك عدة كلمات ومحتاجة تعليق حضرتك عليها. السلفية. تعليق حضرتك عليها. يعني ما أعظم رجال السلف وما أقبح المتسلفين. جبهة الإنقاذ. يعني أرجو أنها تنقذ مصر من أخطائها وأخطاء الآخرين. أستاذ حمدين صباحي. ونعم الرجل نفع الله به، وطني عظيم يشرفنا معرفته. أستاذ الدكتور البردعي. راجل عظيم له علاقات دولية كبيرة، أول من قال لا لمبارك من الرجال بعد حركة كفاية، وشارك في هذا عبد الحليم أنديل وعلاء الأسواني وآخرين. كان فاعلا ومحبوبا، ربما ظروفه لم تساعده على أن يكون زعيما مصريا شعبيا كاملا، ولكن شخصية محترمة، حتى وإن أخطأ بعض الأخطاء زي الهولوكوست وزي الاستعانة بالأجانب واللجوء إلى المجتمع الدولي، إنما راجل محترم له دور وما ننساش الفضل ليه. يعني دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، يعني ربنا يبارك فيه أولا ويشفيه ويعافيه، ونعم القائد لو تمكن من الوصول للرئاسة، ونعم الإسلامي المنفتح على الوطن والأمة والشعب. الإخوان المسلمين، نعم الرسالة ونعم المشروع، ولكن أحيانا يكون هناك من يسيء إلى هذا المشروع العظيم. الليبرالية يعني توجه غربي أو حركة غربية محترمة جدا في الحريات، إنما حريات تصل إلى فوضى، لأنه الحريات عندنا احنا أشمل وأضبط، لأن ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الخلق قال لهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حتى اللي ربنا اللي خلق الناس اداهم الحرية، بيأكلهم ويشربهم وبيديهم العقل والصحة والأولاد
الأمجاد والنعم، ولكن أيضا قبل منهم أن يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، فده أوسع مدى من الليبرالية. ولكن الفوضى اللي تصاحب الليبرالية لا تتفق مع ما هو ضوابط عندنا زي الحلال والحرام أحيانا. مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين يجب أن يقوم بمهمة الإرشاد كما يقول اسمه. هل مصر تسير في المسار الديمقراطي الصحيح من حيث الحريات، أم هنالك الآن قيود على الحرية في مصر؟ يعني بعد الثورة كانت الحريات أحسن من الغرب، ولكن ساء استخدام الحرية أحيانا. فشاهدنا بعض الإسلاميين أمام المحكمة الدستورية العليا بيقولوا يا مرسي ادينا أشارة نجيبهم لك في شكارة، وكان منظر غريب جدا وشعار أغرب. وشاهدنا بعض الإسلاميين يسدون مداخل مدينة الإنتاج الإعلام، وهذه ليست حرية، هذه فوضى. شاهدنا أحداث قتل فيها من قتل في عهد مرسي، وهذا لم يكن أحد يتخيله في عهد رئيس إسلامي إخواني مثل الدكتور مرسي. في ذكرى الثورة، هل تريد أن توجه رسالة للم الشمل ورفض الاستقطاب وعودة روح الميدان مرة أخرى بين الإخوان والمعارضة وحلفائهما؟ كلمة لم الشمل بقت كلمة مستهلكة، كل واحد بيقول كده. إنما اللي أنا عايز أقوله، عايزين نصحح المسار، نصحح مسار الثورة، ونصحح مسار الأحزاب السياسية، ونصحح مسار من كان في الحكم أو في السلطة كذلك. فتصحيح المسار يحتاج إلى لقاءات مستمرة بين مجموعة من الوطنيين الذين يرتفعون بمصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والحزبية. في النهاية أود من حضرتك أن توجه رسالة إلى الدكتور الرئيس محمد مرسي. أقول له يا أخونا يا حبيبنا يا دكتور مرسي، المبادئ العظيمة التي جاءت في الإسلام عموما والتي نقل منها واستفاد منها كثيرا الإمام حسن البنا، واللي الناس في الإخوان تعلموه جيدا، يجب أن احنا نلتزم بها. ومنها احترام الآخرين، ومنها عندما ندعو إلى حوار وطني يجب أن يكون على أصول صحيحة وما يكونش مصيدة للآخرين. فالدكتور مرسي يعني راجل عالم في مجاله ومحترم في عبادته ودينه، إنما يحتاج هذا إنه ينعكس في مسار السلطة ومسار الحكم. لما كنا بندرس للناس أصابت امرأة وأخطأ عمر، هذا درس مهم يجب إن احنا نعرفه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم استعان بعد الله تعالى بعبد الله بن أريقط في هجرته من مكة إلى المدينة والكفار يطاردونه، معناها أنه استعان بالكفاءة الموجودة. وأنا أتمنى أن مرسي يستطيع أنه يستفيد من الكفاءات والإمكانات البشرية العظيمة في مصر، ولا يقتصر على أهله وعشيرته. شكرا جزيلا. الله يكرمك.